مخطوطة من العصور الوسطى، ولكن ما نعرفش مين كتبها ولا اتكتبت ليه، ولكنها اتكلمت عن مواضيع كتير زي علم الأحياء وعلم النبات وحتى عن علم التنجيم والكونيات. وعلماء اللغة والتشفير عجزوا عن حل لغزها لقرون طويلة، وبقت لغز حقيقي ولعنة قديمة بسبب السمعة السيئة اللي انتشرت عنها، وأثبتت إن مع كل اللي توصلنا له من علم حديث عجز عن حل شفرتها أو حتى فهم محتوى المخطوطة دي. هنتكلم النهاردة عن مخطوطة فيونيتش، وهنتعرف هل العلماء اتمكنوا في الفترة الأخيرة من حل اللغز ولا لسه محتفظة بسرها. مخطوطة فيونيتش هي مخطوطة كبيرة عمرها حوالي 600 سنة، وحاول العلماء والباحثين فك شفرتها أو حتى إنهم يفهموا فصل واحد بس فيها لسنين طويلة، ولكن ما قدروش يوصلوا لأي حاجة. بيحتوي على رسوم أقمار وشموس ومدارات فضائية كان من المستحيل رؤيتها في وقت كتابة المخطوطة دي، والكلمات مكتوبة من الشمال لليمين بطريقة مرتبة من غير أي أخطاء ولا تصحيح. يعني الكاتب كان عارف كويس جدا إيه اللي بيكتبه.